أنا أسأل هل منطقي شخص يشتري 5 طقم قنفة في بيت واحد؟ إحنا العراقيين منو من عندنا يحط 5 طقم قنفات في بيته؟ هل منطقي 6 تلفزيونات في بيت واحد؟ السادة المفوضين معظمهم في شقق سكنية، والسادة النواب يعرفون حجم الشقة السكنية. هل الشقق تستحمل 6 تلفزيونات، 4 ثلاجات سيادة الرئيس؟ هل يعقل مفوض ياخذ 6 موبايلات يشتري من الدولة؟ هل يعقل الدولة تصرف على المفوض شهريا منظومة انترنت في بيته؟ ملزمة الدولة تشتري لي منظومة انترنت وتصرف عليها 400 بين ال 400 و 500 دولار شهريا. هل الدولة ملزمة حجلة الطفل تشتريها من أموال الدولة لمفوض سيادة الرئيس؟ حجلة الطفل ب 35 ألف دينار. وصل استلام حجلة الطفل سيادة الرئيس. زوالي ما لذ وطاب تركي وأنقرة ومصري يعني تلفزيونات. أكو أشياء ترفية سيادة الرئيس، خلاط توابل، مثرامة لحم، فيل نحاسي صغير، فيل نحاسي كبير، سمكة حرشوفية، منظم غاز، منشر غسيل سيادة الرئيس، خاوليات حمام. الدولة ملزمة هاي قضايانا الشخصية تشتريها، إن قضايا أطفالنا. مرة أكو قضايا كبيرة ممكن ضرورية مهمة، يعني هاي شمعة ملابس عدد 7. أحد المفوضين سيادة الرئيس عنده بيتين، يعني هل الدولة ملزمة اللي يتزوج زوجتين تأثث له مرتين؟ لدواعي السرية والضرورات الأمنية مولدة لبيت السيد المفوض، نقول لدواعي السرية والضرورات الأمنية نسوي دعوة مباشرة نشتري مولدة ب10,000 دولار لدور السادة المفوضين. لحد الآن ماشي، اشترينا مولدات لدور السادة المفوضين. قرار في نفس الجلسة تخصيص مبلغ 12 مليون دينار لشراء كرفان لدور السادة المفوضين، هم مشينا. هاي المولدات اشترتها الدولة للسادة المفوضين. هل ملزمة الدولة بدفع أموال الغاز يصرف شهريا لدور السادة المفوضين؟ ملزمة الدولة تسدد غاز لدورهم؟ تقول لي ماكو. اقول لك هذا المستند وبامكاننا نطبعه ونوزعه على الساده النواب. هاي المستندات السلف اللي مستلمه باسم الساده المفوضين، واذا تحبون عنده تلفزيون عنده وانا شو معرفني؟ لا، اترك القرار لكم وانتم اللي تحكمون عليه. بطانيات وسادات دواشق اسفنج. طيب بنتعينوا المفوضين ما كان عندهم حتى دوشق؟ يعني معقوله المفوض من اجى ماكو اي شيء في بيته بحيث اشترى من الامه الى تنصفني ببعض الدقائق. يعني انا اوفد مفوض الى اربيل شهرين ويا 4 افراد حمايه الدوله تصرف لهم، يروح ايفاد الى سليمانيه سياده الرئيس، من اربيل الى سليمانيه يومين تروح ايفاد تصرف فندق في اربيل وفي نفس الوقت فندق في سليمانيه ليلتين. وعندي قضيه مفتوحه بالنزاهه الان، تاخذ فندق باربيل ليلتين وفي سليمانيه نفس الليلتين في سليمانيه تصرف مخصصات فندق. بس اقول تسبب بهدر كبير للمال العام. واني بكيف يعني اقرر؟ واني بكيف يعني اقرر؟ اسمه سعد الراوي، اخوه اسمه علي عبد العزيز، كان يبيع الباجي يدخل ناس بفلوس ويطلعهم، واحتالوا على شخص باعوا له شيش حديد. الان بعد ان اثيرت هاي التساؤلات، فهاي السنوات وهاي الاموال وين بناء القدرات؟ هاي افادات المفوضين اليوميه بدوله، وين بناء القدرات؟ وين الاموال هاي صرفت؟ ليش القضيه الانتخابيه مركز ادخال روح العمليه الانتخابيه لماذا لم يكن بايادي عراقيه؟ اتمنى مفوضيه توضح للساده حتى نحسم المساله. انا اكون سعيده وكل اعضاء مجلس النواب يكونون سعداء، خليه يطلع كل ما عنده بشفافيه عاليه. هذا المطلوب. نعم، كل ما عنده، اذا عنده شيء خليه ذكره. محاوله الايحاءات هاي والتهرب من الاجابه بهاي على اساس العمليه الانتخابيه كلها تعتمد. اكو موظف كان في مركز ادخال البيانات انقتل في شارع حيفا متلبس بجريمه، كان يقتل شخص، ومع مواجهه مع الاجهزه الامنيه قتل هذا الشخص وثبت انه ارهابي وبحوزته مسدس ومتفجرات ورمانه وغيرها حسب تحقيق. هذا الشخص اسمه يوسف حميد عبد الرزاق. سياده الرئيس اجاهم اخبار من مركز الشرطه موظف عندكم لان ورا ما انقتل لقوا باجه مال المفوضيه عنده. اكتشفوا ورا شهرين يداوم مركز ادخال البيانات سياده الرئيس، يطب ويطلع ويشتغل كل شيء طبيعي واصولي. ورا من قتل اكتشفوا انه مصادر لا امر تعيين هذا الموظف. عنده باج مركز ادخال البيانات وباج مفوضيه. طبعا هو اخو حمايه احد الساده المفوضين ما راح اذكر